اعتقلت الناشطة النسائية وريشة مرادي بتاريخ 1 آب أغسطس عام 2023 لدى عودتها إلى مدينة سنة من قبل القوات الاستخبارات الإيرانية، وقد احتجزت لمدة 13 يوما في مركز هذه المؤسسة الأمنية في مدينة سنة قبل أن يتم نقلها إلى سجن إيفين في طهران، وتحديدا إلى المهجع 209 في نهاية شهر آب أغسطس من نفس العام. وفي 4 آب أغسطس 2023 اعتقلت الناشطة الحقوقية بخشان عزيزي من قبل قوات الاستخبارات الإيرانية في مدينة هراز بطهران، وقد تم نقلها في 11 كانون الأول ديسمبر 2023 إلى سجن إيفين المعروف كمركز اعتقالات تابع للاستخبارات، حيث حكم عليها بالسجن 4 سنوات ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام. تجدر الإشارة إلى أن بخشان عزيزي كانت تعمل في مجال حقوق المرأة في كردستان روجلات إيران وكردستان روجافاي سوريا، كما ساهمت في مشاريع تتعلق باللاجئين ومساعدة النازحين في روجافا. مثلت الناشطة وريشة مرادي أمام المحكمة في جلستها الأولى، لكن القاضي لم يمنحها حق الدفاع في الدفاع عن نفسها. يستند الحكم الصادر بحقها إلى المادة 288 التي تنص على حمل السلاح في وجه جمهورية إيران الإسلامية، وعلى الرغم من أن القانون ينص على عقوبة تصل إلى 15 عاما من السجن، إلا أن قاضي سلواتي والمعروف بلقب قاضي الإعدام أصدر حكما بالإعدام ضدها، ورغم رغبتها ورغبة محاميها في الاعتراض إلا أنه لم يمنح لها حق الدفاع والمرافعة، مما يثير المخاوف من إمكانية تنفيذ حكم الإعدام وربما في فترة زمنية قصيرة. أعلنت الناشطة وريشة مرادي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق الناشطتين شريفة محمدي وبخشان عزيزي، ورغم تدهور حالتها الصحية بعد 20 يوما من الإضراب لم تقدم السلطات الإيرانية أي علاج، كما حرمت من لقاء عائلتها. الادعاء الموجه ضد الناشطة وريشة مرادي يتعلق بمشاركتها في ثورة المرأة الحياة الحرية، حيث لعبت دورا بارزا في تعزيز الوعي الاجتماعي ودعوة المجتمع للدعم والمشاركة في الانتفاضة. إن الأنظمة الاستبدادية تنظر إلى النضالات النسائية والمطالبة بالديمقراطية على أنها جريمة حرب، فتفرض أقصى العقوبات بحق المشاركين فيها. إنهم لا يسمعون صرخات المظلومين في أقبية السجون ولا صرخات المنتفضين في الشوارع، لأنهم يسعون فقط إلى فرض الخنوع والرضوخ على بلاد لا تشرق عليها إلا شمس الحرية. بناء عليه إننا وباسم تحالف ندى، التحالف النساء الديمقراطي الإقليمي، نعبر عن قلقنا العميق واستنكارنا لعقوبة الإعدام كوسيلة لتحقيق العدالة على حد مزاعم السلطات الإيرانية، كما نؤمن بأن الحياة هي حق غير قابل للسلب أو الصرف، ونناشد جميع المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات النسائية الديمقراطية والحقوقية للتعاون معا من أجل وقف المذابح في معابد نظام الملالي، وذلك إيمانا منا بأن التغيير ممكن، وأن دوي صوتنا يمكن أن يحدث فرقا لنناضل جميعا من أجل بناء عالم أكثر إنسانية وعدلا. ننوه أن التحالف ندى أطلق حملة بيانات دولية وعالمية. دعونا نوقع على هذه العريضة ونشاركها مع أكبر عدد ممكن من الناس لنوصل صرخات النساء المهددات بحبل المشانق إلى جميع أنحاء العالم قبل أن تكتم أنفاسهن. نعم للحياة الحرة، لا للإعدام. المرأة الحياة الحرية، جنجيان آزادي.